صبحي عبد السلام يقول لك ان النادي الاهلي دلوقتي هو السبب في قصه رمضان صبحي. النادي الاهلي هو اللي عمل قصه رمضان صبحي علشان خاطر قضيه الشيبي وحسين الشحات. يعني باي منطق وباي عقل انك انت كراجل صحفي كبير تتهم النادي الاهلي ان هو عمل قصه رمضان صبحي عشان قصه حسين الشحات والشيبي؟ ايه اللي بتاع دخل ده في إحالة ده حسين من شهر الشحات 8 لمحكمة اللي فات؟ الجنايات. نسمع وشوف هل في كميه ربط بين وصلنا لفين المجاملات اللي بين الاهلي بتتم والزمالك والفساد اللي والصحفيين بيتم اللي شغالين في مصر؟ ومسألة تعال العينات نسمع. ومسألة التحليلات ضد لاعب نادي بيراميدز كنوع من الضغط؟ هل هو انتقام؟ هل هو إعلان حرب؟ أنا بسأل، ما بتهمش حد، أنا بسأل. بس أنا مشكلتي إن دماغي شغالة، يعني ما بسمعش وبعدي، ما بيطرحش الموضوع قدامي وبقوله خلاص، لا لازم ابص فيه كويس. طيب ليه الكلام ده ما طلعش قبل تفجير قضيه حسين الشحات مع محمد الشيبي اللي قرر فيها اللاعب المغربي مواصله التقاضي ورافض لحد دلوقتي كل الحلول الوديه وغير الوديه على رمضان علشان يحصل تغيير مواقف في قضيه حسين الشحات؟ هل هي نوع من انواع الحرب على اداره بيراميدز اللي قررت انها او اللي رفضت تماما انها تكون طرف في الموضوع، انها تتدخل بين ازمه الشحات ومحمد الشيبي لاعبها عشان الراجل المغربي يتنازل او يتغاضى عن القضيه؟ الله اعلم. انا بطرح السؤال وهسيب الاجابه لحضراتكم وللمعنيين بالموضوع. وان كنت ارى ان الحرب الدائره بين الاهلي وبيراميدز مش هتنتهي الا بنهايات مأساويه. يعني ايه مأساويه؟ يعني انا تصوري استمرار هذا الموقف بيؤكد فشل الاستثمار الريادي في مصر، وانه قريبا جدا انا شخصيا بتصور ان هلاقي بيراميدز او صاحب مالك بيراميدز سالم الشمسي بيسحب استثماراته وبيضرب كرسي في الكلوب ويقول سلام عليكم ان عاجلا او اجلا. دي الخطوه اللي انا بنتظرها. ليه احنا هنا قاعدين بقالنا 80 سنه بنتلطش؟ احنا كمصر، احنا كفرق دوري مصر بالكامل من جهه ولا اتنين والناس ساكته وما بتقولش اي. لكن لما تجيب مستثمر اجنبي تعيشه في نفس الظروف اتصور المساله هتفرق كتير جدا. اللي بيحصل له نهايه، وزي ما قلت النهايه هتكون مأساويه مش هتكون عاديه. اللهم بلغت. اللهم قطعا رافض تماما فكره انه، لذلك النادي الاهلي اعلن الانتفاضه الكبيره جدا، وانا قلتها لحضراتكم من يومين. الاهلي اعلن انتفاضه عشان يدعم لاعبه، هيستغل كل الطرق المتاحه امامه وتحتها خطين، كل الطرق المتاحه امامه. والخطاب اللي وصل للولد من المنشطات ده من المنظمه المصريه للمنشطات، يعني احنا مع بعض. فهل في ربط بين اصرار حسين الشحات على مقاضاه النادي الاهلي وبين انه رفض تماما يستمع لصوت الناس اللي بتقول كفايه ويلا ننهي الموضوع، على الرغم من انه محامي الشحات يمكن هو اللي ورطه اكتر لما راح قال انها شكوى كيديه، وهي مش كيديه لانها كانت مسجله صوت وصوره امام كل الناس. فهل في ربط بين قضيه الشحات ولجوءه الى واحاله اللاعب حسين الشحات الى محكمه الجنايات وبين تفجير قضيه رمضان؟ قضيه رمضان ممكن تنتهي وممكن ما تنتهيش. يعني مسألة برضو، يعني أنا مش عايز أتكلم فيها أكتر من كده، بس هو بوضوح. وأنا بتساءل هل هناك ضغوط ما من جهة